المملحه اللي توجد في الدقيقه 90. كل ما تكلف لي واش ندير مع لاصوب ولا مع الحريره، نروح ندير لهم هاد المملحه اللي ما تشدش بزاف الوقت، تجي تقطر بالبنه وتتقرمش وحدها. احكموا ربطه سلق، غسلوها مليح وروحوا ديروها في المقله، غطوا عليها وخلوها على نار قليله تدبال. في مقله واحده اخرى نديروا حبه بصل تقلى مع 20 تاع فولي اشلي، ما تنساوش الملح، ونديروا رشه تاع فلفل كحل. قلوا كلش مليح حتى يتحمروا بهذه الطريقه، ونروح نفرغ لهم هذيك الربطه تاع السلق بعد ما شربت كامل هذاك الماء. هكذا من كون غليتها من كون فورتها. خلطوهم مليح وزيدوا لهم لي 2 مغارف كبار تاع جبن تارتينو. راح يزيد لافاغس تاعنا بنه على بنه. هنا تحبوا تزيدوا زيتون خضر كيما حبيتوا. خلطوا مليح هذاك الفرماج وخلوه يذوب شويه حتى تحصلوا على هذا الخليط. دوكا حكموا لاباط فيلتي تاعكم. عندي رطل تاع عجينه مورقه، حلوها بطريقه تكون مستطيله كيما درت انا. بيان سور خلوها واحد نص سنتيمتر، نحوا كامل الجوانب وشعلوا الكوشه تاعكم تسخن على اعلى درجه من تحت ومن الفوق. احكموا هذيك لافاغس وفرغوها فوق لاباط تاعكم ومشوها بهذه الطريقه. زيدوا لها شويه فروماج غابي وبداو اترولي، تتحصلوا على بودان كيما هذا. اطراسيو كيما درت انا بالموس وبداو تقطعوا الرولي تاعكم بهذه الطريقه. كي تكملوهم كامل اداناهم صفار البيض شويه جلجلان ورجعوهم فريجيدار يبردوا شويه واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، ودخلوهم يطيبوا في الفوق على نار تكون قويه. كي تشوفوهم ضاعف الحجم تاعهم وتنفخوا نقصوا لهم على 160 درجه من تحت، وبعد ما يطيبوا هذه هي النتيجه اللي نتحصلوا عليها. ما تنساوش ديروا جيم ودخلوا لي رايكم في لي كومونتير.